لكن نقراها مهما كانت غريبة يعني والله الأشياء. هو الراجل هدى يقول: السلام على من تبع الهدى، وقدم بأحر التعازي إلى جميع شهداء ليبيا الذين أحبهم الله وكرمهم بهذه الشهادة، إلى المناضلين والمخلصين الذين في الصف الأمامي الذين يفرحون ويبشروننا بالنصر ويظهرون حقيقة. كاتب الدكتور يوسف شاكير ورضوان وهالة ومصطفى وديان والشيخ خالد وغيرهم من المذيعين الأبطال أمام الكاميرات وخلف الكاميرات وفي كل من أرض ليبيا الطاهرة. المهم الراجل ده قال: عندي قصة غريبة اسمعوها. قال: أمي متعودة، قال: أنا مواطن أنور جمعة بالقاسم الزميم من العقب من قبائل ورشفانة في الحشان. قال: لاحظت ظاهرة غريبة. قال: أمي تقيم في الثلث الأخير من الليل وتصلي الفجر وتدعي حتى أذان الفجر، وبعد تصلي الفجر والصبح قالت تدعي للوطن والقائد ديما، وبعدين قالت ترقد شوية، وفي الصبح قال عندها شويهات تمشي لشويهاتها، قطيع من الأغنام يعني شويهات تسرح بها للساعة 10. الساعة 10 تجيب في عالة الشاي والفطور كل يوم، تولع في المنقل متاع الفحم في تريكينة وتدير هذا مدة أيام. قال: هذه عادتها متعودة عليه. قال: بقدرة قادر، قال: أمي واختي وزوجتي وابني موجودين قدامها. قال: بقدرة قادر العزيز حطت البراد على النار، قال: يشتعل الجمر أخضرا، تحولت النار خضراء والجمر أخضر والمركاب ولا خضر. قال: هذا رأي العين، يعني تصور. قال: هذا برؤية العين، برؤية عيني. قال: كل شيء من البراد إلى الوحدة كلها قال تحول أخضر ولفترة طويلة يعني قاعد. فيه